تعالوا بينا نعمل طريقة للحمة خطيرة جدًا بعيش تاكليها، بالفتة هتحطيها وهتاكليها، بكل الطرق هتتاكل وخطيرة وطعمها رهيب جدًا، وعندي أنا وبس، مش هتلاقيها عند حد تاني. يالّا بينا نسمّي بالله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا هاجيب الطاسة وأحط معلقتين من السمنة كده محترمين، وانزل معايا ببصلتين كبار مقطّعاهم جوانح، وآخدهم بقى في الطاسة كده تشويحة لحد ما البصلة أحس إن هي تبلت معايا، أنزل معايا عليهم بمعلقة كبيرة من السكر عشان البصلة تكرمل معايا، البصلة كرملت اللي هيقول لي البصلة غمقت لأ أنا عايزاها البصلة تكون كده، كده السكر عمره ما هيخلّي طعمها يكون مُر، هي كده متكرملة معايا وهو ده اللي أنا عايزاه. هانزل بقى معايا بنُص كوباية من المَيّة، و3 معالق كبار من الصلصة بتاعتي اللي أنا مسبّكاها، وأقلّبهم بقى وأسيبها كده لحد ما تغلي غلوة واحدة بس، أنزل معايا بقى باللحمة بتاعتي الخطيرة، وملح وفلفل أسمر فقط لا غير، مش هاحط حاجة تاني. أنا من النوع اللي مش باحب البهارات ولا التوابل كتير في الأكل، أنا باحس إن كتر ما الحاجة بتزيد بتضيّع طعم الأكل اللي إحنا متعودين عليه، مش بحلاوة البهارات الكتير، فحطيت ملح وفلفل أسمر بس، وجبت بقى اللحمة بتاعتي رصيتها أهوّة في الطاسة، وخلّيتها تشرب بقى من البصلة بالصلصة اللي أنا عاملاها، وسِبتها كده بقى تغلي غلوتين وقفلت عليها النار، تاكلي أحلى طريقة لحمة رهيبة جدًا، والله العظيم اللي هيدوقها عندِك هيقول لِك أنتِ عاملاها إزاي، وهيقولوا لِك على طول اعمليها لنا، خطيرة جدًا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.